بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. معكم منار جمال الدين من قناتي مع منار. أهلا بكم. أنا جاي النهاردة أهني نفسي وأهني النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بحصول النادي الأهلي على الدوري العام وعودة الدرع للجزيرة رقم 43، وبكده يكون النادي الأهلي حقق البطولة رقم 148 حاصد الجوائز النادي الأهلي المارد الأحمر. طبعا مش كده ان احنا خلصنا الموسم بتاعنا، لا، لسه النادي الاهلي لسه ما خلصش الموسم بتاعه. النادي الاهلي لسه عنده بيكمل كاس مصر، ولسه في عندنا طبعا ان شاء الله هيحصد كاس السوبر المصري، وعندنا لسه كاس افريقيا علشان النادي الاهلي يتم موسم 2023. طبعا النادي الاهلي مش زي بقيه الانديه اللي يجيبوا جون ويفضل قاعد يحتفل بالجون ويسقفوا ويهيصوا عشان الجون اللي هم جابوه. النادي الاهلي خلاص خد بطوله، بيبدا يستعد للبطوله اللي بعديها والكاس العالم للانديه. نتمنى ليك يا اهلي، نتمنى ليك دوام النجاح والتوفيق ليك يا نادي يا اهلي، يا عظيم يا عريق يا كبير، اللي انا ما اعرفش بيهاجموك ليه باستمرار بدل ما يتعلموا منك وياخدوك قدوه. يعني مثلا في موضوع عندنا انا مش فاهمه لسه الموضوع ده اتفتح لي تاني بعد الموضوع ده ما كان اتقفل فيه الكلام وخلص. موضوع بسيط، موضوع غرامه الكهرباء. انا ما اعرفش ليه الناس مشغوله بغرامه كهرباء. يعني هو دلوقتي كهرباء لما يجي يدفع الغرامه، الناس اللي هي شمتانه في كهرباء او عايزين كهرباء يتوقف، الغرامه دي هتروح لجيبهم مثلا؟ الغرامه دي هتروح لصالح نادي الزمالك، مش هنبقوا منها على فكره اي حاجه. فانا ما اعرفش ليه انتم محتاجين على كهرباء وعايزين الغرامه توقع على الكهرباء، وطبعا شغالين نفسهم بغرامه الكهرباء. يا ترى مين اللي يدفع الغرامه؟ كهرباء اللي يدفع الغرامه، ولا النادي الاهلي اللي يدفع الغرامه، ولا هما الاثنين يدفعوا مع بعض؟ انا مش فاهمه انتوا مشغولين ليه، ولا انتوا هتدفعوا معاهم ولا انتوا هتاخدوا حاجه من اللي هيدفع. عجبني جدا 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 راي الكابتن سيد عبد الحفيظ لما جم سالوه في الموضوع ده، فبيقولوا له انت ايه رايك في النادي الاهلي هيعمل ايه في غرامه الكهرباء؟ قال لهم محمود كهرباء ده لعب على قوه النادي الاهلي، وموضوع الغرامه دي موضوع اداري، فده يخص النادي الاهلي والاداريات ملوش ان حد يتكلم فيها. عجبني جدا رايي من الاخر، ده موضوع اداري يخص النادي. انتوا شغالين نفسيكوا بيه ليه؟ ومكبرينه وبتحكوا فيه ليه؟ ومدينه مساحه اكتر من اللازم ليه؟ والموضوع كان خلص واتقفل. طب انتوا عمالين تتكلموا على غرامه كهرباء، طب ما حدش اتكلم ليه على كفاءه كهرباء اللي زادت في الملعب؟ ما حدش اتكلم ليه على سلوك كهرباء اللي اختلف داخل الملعب؟ يعني كهرباء في الخطأ اللي فات اتعاقب، هو كهرباء وفي ماتش مهم اتعرض لخطأ برضه، كان رد فعله ايه؟ كان عنده ثبات انفعالي، ده اللي مرن عليه النادي الاهلي، وقدر كويس جدا يتصرف تصرف سليم. وده سببه ايه؟ لان كهرباء ينتمي لفريق، الفريق ده ينتمي لنادي بيعرف كويس جدا 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 يحمي حقوق لاعيبته. اللاعب عنده لما بيعمل صح بيعرف يكافئه صح، واللاعب عنده لما بيخطأ بيعرف برضه يعاقبه صح. فعشان كده كهرباء التزم. تحيه بجد كبيره لاداره النادي الاهلي اللي بتعرف تدير اللعيبه بتاعتها وتطلع منهم احسن ما فيهم. محدش اتكلم. يعني انا مش فاهمه ايه المشكله في الموضوع ده، واستوقفني جدا موقف يعني يالا المفارقه، يا سبحان الله يعني. بس اقول لك بس الاجنبي اجنبي والعربي عربي. عندنا كريستيانو اسطوره الكوره، محقق ارقام قياسيه محدش قبله حققها، وما اظنش في حد بعده ممكن يجي يحققها. كريستيانو ما كان بيلعب مع مانشستر يونايتد والعقد كان لسه مستمر، اما كريستيانو راح مضى مع النصر السعودي. طبعا دي مانشستر طالب بحقوقه، قام كريستيانو رجع للنادي حقوقه عادي جدا، وكريستيانو كمل مع النصر السعودي ومانشستر كمل عادي، ولا في لعيب بيقف على نادي ولا في نادي بيقف على لعيب. ما سمعناش بقى الجماعه الاوروبيين عمالين بقى يتكلموا، ومحدش قال على كريستيانو خاين، محدش قال عليه هرب خالص خالص. الناس قام ده مكمل في مشواره وفي اختياره وبيجتهد فيه عشان يثبت نفسه. عجبني قوي بعض المنتقدين للنادي الاهلي يقولوا لك ايه بقى؟ اصل النادي الاهلي بينجح عشان بيدي اللعيبه بتاعته شنط فلوس. هو اصل النادي الاهلي عنده طباعه البنك المركزي مثلا ولا حاجه؟ النادي الاهلي بينجح علشان خاطر حكام. النادي الاهلي بيعمل اعمال. جماعه بجد يعني مش عارفه اقول لكم ازاي، يعني افكار جيده جدا بتاعتكم. وفي بقى ناس قالك بقى اسباب اخرى. طب النادي الاهلي
عمل كل ده محليا. طب النادي الاهلي كمان قدر ياثر على الفيفا، قدر النادي الاهلي كمان ياثر على لجنه التصويت الدوليه لمراكز الانديه، قدر كمان ياثر عليهم يخليهم يدوروا المركز الخامس دوليا في التصنيف العالمي. اكيد طبعا مستحيل اذا كان النادي الاهلي اثر على الفيفا او على لجنه التصويت، فهو اثر عليهم بمجهوده، بعمله، مش عمله اللي عمله عند بحة، بعمله ان هو ركز، اجتهد، اشتغل على نفسه، قدر يقوم بنفسه، يوصل لقدام، يحقق بطوله من بعد بطوله. وده مش جديد ولا غريب على النادي الاهلي، بيشتغل على نفسه كويس جدا 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 جدا. فانا مش عارفه انتوا بتهاجموا النادي الاهلي بدل ما تتعلموا منه وتجتهدوا زيه. في عندنا مثال جيد جدا 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 عاجبني جدا عندنا في الدوري العام بتاعنا، حديث النشأ، نادي بيراميدز. نادي فعلا حديث النشأ، ولما انشأ النادي ده احنا كلنا قلنا ان هيبوظ الدوري العام. ايه اللي حصل؟ النادي ده اشتغل نفسه كويس جدا فعلا، واجتهدوا، اشتغلوا، الاداره بتاعت النادي اشتغلت على اللعيبه، جهاز فني ممتاز قدر يختار لعيبه ممتازه، قدروا كلهم مع بعض يعملوا منظومه نجاح حقيقي بجد. الكل يقف يبص لهم ويتفرج عليهم ويتعلم منهم، وخصوصا لما يكون انديه كبيره ولها جماهيريه وتاريخ وبتتراجع لورا، يجي نادي حديث زي ده يثبت نفسه ويثبت وجوده. نادي بيراميدز قدر يحجز لنفسه المركز الثاني في الدوري العام المصري، كان فعلا منافس قوي للنادي الاهلي رغم كل القاب النادي الاهلي، ورغم اني اهلاويه ومتعصبه كمان، الا اني احيي نادي بيراميدز على ادائه. لما بيكون الفرق قويه وتكون الفرق قد ايه ثابته نفسها على الارض وبينزلوا قدام بعض في الماتش وترتفع ما بينهم روح المنافسه، احنا قد ايه بنحس بمتعه، قد ايه بنحس بجمال البطوله، وان فعلا البطوله كانت تستاهل تقول بطوله، لان كانت فعلا فيها منافسه قويه وكانت فيها منافسه شرسه. ودي بتيجي نتيجه ان اللعيبه نازله متمكنه من نفسها جامد جدا. نادي بيراميدز في التصنيف العالمي قدر كمان يثبت نفسه، ده جاي متاخر عن نادي الزمالك في التصنيف العالمي يعني بكام رقم بسيط. نادي الزمالك في التصنيف العالمي رقم 53 ونادي بيراميدز في التصنيف العالمي رقم 59. احييهم. ونادي كبير زي نادي الزمالك لازم يقف وقفه قدام نجاح نادي بيراميدز ويدرس نجاحه ازاي النادي الحديث ده قدر يحقق كل النجاحات دي. وانا من مكاني هنا بحب اذكر نفسي واقول لكل الجماهير العربيه، يا جماعه ما تدوش المواضيع اكبر من حجمها، الموضوع على قد حجمه فقط ليس الا. طبعا وقت حلقتي خلص، احب ان انا اسمع ارائكم وتعليقاتكم على موضوع الحلقه، يسعدني جدا ده. التعليقات بتاعتكم بتعمل بينا روح التواصل، بتخليني اعرف انا فين منكم وانتوا وصلتوا فين من اللي انا قلته. ولو في اي حاجه طبعا احنا في الاخر بيننا وبين بعضينا الراي مفتوح والفكر مشترك، عشان في الاخر زي ما قلت قبل كده احنا بنشكل منظومه كرويه. كلام سليم. شرفتوني ونورتوني، واتمنى ان انا اكون كنت ضيف خفيف على قلوبكم. احب اقول اللي ما اشتركش في القناه يشرفني باشتراكه في القناه، وما تنسوش اللايك والشير